بصوا بقى، ده الطبق فعلا اللي ما يتقاومش. طبق الكشري المصري البيتي مع الصلصة والفراخ، طعم وريحة ونظافة وكمية بتوديكي كده في حتة تانية. تعالوا بقى اقولكم انا عملت ايه. في حلة عندي حطيت مية ومعلقة زيت، بدأت انزل المكرونة بتاعتي الاسباجيتي والمكرونة الصغيرة في حلة واحدة، وسبتهم هنا بقى ايه يتسلقوا كده مع بعض. في طاسة تانية كنت حاطة معلقة سمنة كبيرة ونزلت عليها بكيس شعرية، بدأت اقلب فيه كده كويس. انا عايزاه ياخد اللون الغامق زي ما انتوا شايفين كده. بدأت انزل عليه بكوباية مية واقلب فيه برضو كده، انا عايزة ايه المية ايه تتشرب في الشعرية كده. وحطيت معلقة مش كبيرة قوي ملح. هنا خلاص كنت ايه سبتهم يستووا. هنا بقى كنت بعمل تتبيلة الفراخ، بصلتين كبار، طماطمتين كبار، وفلفل حامي، وضربتهم في الكبة. وبعد كده نزلت عليهم بالتوابل، معلقة ملح، كمون، فلفل اسود، بصل بودر، مرقة دجاج. وهنا كمان التركية دي بقى تحفة، معلقة كبيرة باربيكيو. بدأت انزلهم على الفراخ واقلبهم كده كويس، واحط التتبيلة دي جوه الجلد، انا عايزاها توصل لكل الفرخة. هنا كنا خلاص غلفناها كلها، نسيبها في التلاجة بقى ايه نص ساعة. هنا كنت بسلق العدس، ميه، حطيت فيه العدس ومعلقه ملح، وزي ما انتم شايفين كده استوى. وكانت المكرونه بتاعتي كمان استوت خلاص. في نفس حله المكرونه بقى نزلت بزيت، وبدات احط البصله كده، بصلتين كبار يتحمروا. تحطي عليهم بقى التوابل، ملح وفلفل باربيكيو، اي توابل انت عايزاها، كمون، شطه، كل اللي انت عايزاه. هنا خلاص كانت البصله اتكرملت، كانت تحفه. بدات بقى انزل المكونات. العدس بتاعي اللي اتسلق نزلته خلاص، كمان الشعريه بتاعتي كانت استوت نزلتها. بدات اقلب كده كويس، بعد كده نزلت بالمكرونه، كنت غسلتها كويس عشان تبقى مفلفله كده. شفتوا هنا الشكل كان تحفه، كان هنا خلاص يعتبر خلص. تعالوا بقى نروح لصينيه الفراخ بتاعتي. هنا خلاص كنت حاططها في صينيه اللي هتستوي على النار. جبت هنا معلقه صلصه كبيره ومعلقه كاتشب حار، حطيتهم كده وغلفت الوش بيهم. وبعدين سبتهم على النار يستووا كده نص ساعة، غطيتهم وبعدين سبتهم يستووا نص ساعة. ده شكلها بعد ما استوت. خدتها بقى كده خلاص ونزلت بيها على الفرن عشان وشها يتحمر. تعالوا بقى نعمل الصلصة بتاعة الكشري. معلقتين زيت كبار نزلت عليهم بتومة مهروسة، سبتهم كده لحد ما يتحمروا كويس. بعد كده كنت مجهزة عصير طماطم اللي هو معلقتين صلصة كبار، نص طماطمية عصراها كده من غير مية، وحطيت عليها كوباية مية كبيرة، وبعد كده نزلتهم. وبعد كده خلاص هحط التوابل بتاعتي بقى، ملح وفلفل وكمون وبصل بودر وتوم بودر، ومعلقه خل كبيره. ما تنسوش الخل مهم جدا. انا ما بعملش الدقه اللي هي الشطه دي، بعمل دي كده في بعضها. هنا كانت صينيه الفراخ خلاص طلعت، كانت تحفه، والصوص بتاعها كان فظيع. التتبيله دي فعلا ودتها في حته تانية. كانت مامتي بقى بتتغدى عندي، ودي شكل السفره في الاخر. كان طعمها تحفه